The problem is not the road. The problem is the policy. All of the surroundings are neighborhoods. You can live only in the yellow areas. But actually the whole area is populated, but it's painted in green. This is Silwan. This is Silwan. This is in 70. Silwan in 1970. حق بديهي وأساسي لأي شخص إنه يسكن في بيت. إحنا موجودين اليوم في القرن 21 ولازم أي شخص إنه يسكن في بيت. بطلنا نسكن لا بخيام ولا نسكن في الغابات. أي شخص في عنده حق أساسي وبديهي إنه يسكن في بيت. بلدية القدس وحكومة إسرائيل لم يقدموا أي مشروع وأي مخطط حتى يكون في إمكانية للأشخاص العرب اللي ساكنين في القدس الشرقية إنهم يقدروا يبنوا بيوتهم في رخصة. هاي الإمكانية غير واردة. هذا هو الادعاء الأساسي تبعنا ضد هدم البيوت. حق أساسي وبديهي لكل شخص إنه يكون في عنده بيت، وإذا الحكومة تمنعنا إنه إحنا نبني البيوت بشكل مرخص راح نبنيهن بغير ترخيص. Behind the cameras they say, Ziad, this is political issue, we can't help you. We have orders from up there. They are taking you the right to use it. They are saying this should be a green area, this shouldn't be a built area. بلدية تدعي أنه هذه البيوت بنيت بدون ترخيص، رغم أنه يعني هذه المنازل أغلبها بني قبل 67 وقبل 48 وهي ليست بحاجة أصلا أن تكون أي ترخيص، لأنه هو يعني بنيت قبل دخول الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة القدس العربية. علما بأنه ما في أي خدمات، يعني الناس تدفع ضرائب، ما في أي خدمات تقدم من قبل بلدية القدس الغربية، لا في بالمجاري ولا في المياه ولا حتى في الكهرباء ولا في مدارس ولا في نوادي ولا في أي شيء. بنحاول إنه كمان يعني حتى من النواحي القانونية قدمنا مرافعات عن طريق محامين وقضايا للمحكمة، ولكن المحكمة ما في محكمة إسرائيلية إلى قضية سياسية، بحيث أنه نحن نعلم الهدف السياسي. الهدف السياسي أنه إخراج كافة الناس من المنطقة المحيطة بالبلدة القديمة والمسجد الأقصى، وعندهم مخططات اللي هي جلب مستوطنين مكاننا وإقامة حدائق ومستوطنات بدل السكان في هذا. اليوم في عندك أوامر هدم تقريبا على 90% من البيوت اللي بتشوفها في سلوان عامة، وعلى 100% من البيوت الموجودة في حي البستان. حسب الادعاء تبع الإسرائيليين إنه الملك داوود أو الملك سليمان هن نفسهم مش قادرين يقرروا مين كان يروح ويتمشى غاد، على حسب حكيهن، من غير ما يكون في غاد ولا أي إثبات أو أي دعم للادعاء تبعهن إنه الملك سليمان أو الملك داوود كان يتمشى في هذه المنطقة. حتى إذا كان يتمشى في هذه المنطقة بقولش إنك أنت اليوم لازم تهدد الدور وتضحي الناس دستن في الشوارع.